السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت عايزة اتكلم النهاردة في موضوع مهم جدا. الأسئلة الوجودية، الأسئلة الكونية، هل هي حرام انها تتسأل ولا هي مش حرام انها تتسأل وعادي نسأل فيها؟ وايه الدليل ان انا اعرف ان الإجابة دي صح ولا غلط؟ اولا، الأسئلة الكونية والأسئلة الوجودية ديت مش حرام ان هي تتسأل. توضيح بس، الأسئلة الكونية أو الأسئلة الوجودية زي أسئلة اللي هي ما دليل وجود الله. هل الله سبحانه وتعالى خلق الكون كله؟ طب هل خلق؟ طيب الأسئلة الكونية الوجودية كمان زي ما بنقول قبل الكون ما يوجد ماذا كان يفعل الله؟ إن الأنبياء نفسهم سألوا أسئلة صعبة. مش سيدنا موسى قال ربي أرني أنظر إليك؟ طب مش سيدنا إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى؟ طب حتى الأسئلة دي لو اتسألت كان ربنا قال لهم مش جاوبهم وعرفهم؟ وكمان مش ربنا قال لهم يعني قال يعني جاوبهم وعرفهم وكمان ذكر الحاجات دي في القرآن؟ ليه ذكر الحاجات دي في القرآن اصلا؟ ما كان حصلت وما كانتش اتذكرت في القرآن. ده معناه ان الاسئله مهمه ولازم نسال، لازم نعرف. احنا عقلنا مكون ان احنا لازم نفهم ونتفكر ونفهم كل حاجه. يبقى عندك الجديه في السؤال هتعرف الاجابه، وربنا هيرزقك الاجابه بالعقل وبالقلب الاثنين مع بعض. في القرآن الكريم دايما في ويسألونك عن الأهلة قل هي، ويسألونك عن قل هو، ويسألونك ويسألونك ويسألونك. في سورة النبأ أولها عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون. اللي بيسأل واللي عايز يسأل واللي عايز يعرف، اللي بيسأل واللي عايز يعرف بجد 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 بكل جدية هيوصل، وربنا هيوصله للإجابة الصحيحة بعون الله. بس أهم حاجة اهم شرط وانت بتسأل يبقى عندك ان انت عندك يقين ان في اجابة، وعندك الجدية للاجابة، ان انت عايز تعرف الحقيقة وان هي اصلا إن بعون الله موجودة وربنا هيوصلها لك. ان انت تعرف الكلام ده يحصل ايه، اذا كان الكلام ده يعني لو انت عرفت الاجابة هل الاجابة دي هتكون صح ولا غلط، دي بتعتمد على قلبك وعقلك. لازم تستفتي قلبك وعقلك في نفس الوقت، ما ينفعش قلبك بس ولا ينفع عقلك بس. احسن قرار تاخده هو القرار اللي في الخلطة اللي ما بين قلبك وعقلك. احسن قرار ممكن تاخده اللي بيخلط ما بين القلب والعقل، لان دايما اللي بيسأل الاسئلة ديت وبيفكر دايما بيفكر ان هو بيفكر العقل بس. طب وقلبك بيقولك ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم قلوب لا يفقهون بها. هو الفهم بالقلب ولا بالعقل ولا ايه؟ معناها لهم قلوب لا يفقهون بها، يعني احنا المفروض ان احنا نفكر بعقلنا وقلبنا مع بعض. تمام. الرسول صلى الله عليه وسلم برضو قال ايه؟ استفتي قلبك. لازم تشغل قلبك وعقلك مع بعض. ربنا يعني سبحانه وتعالى هو اصلا في القرآن قال لنا اقرأ. اقرأ دي معناها لو نتأملها جميل، معناها عميق وجميل جدا. احنا نقرأ الكون من حولنا، نبص حوالينا، نبص للشمس والقمر والجبال والسحاب والنجوم، نقرأ الدنيا ونقرأ الكون.